الاشتراك الموحد على موقفه النضالي المبدئي الذي عودنا دائما عليه. نحيي هذه المحطة النضالية التي يسعى فيها إلى خلق إجماع كذلك موحد حول موقفنا من الدستور المخجل الممنوع، هو أن الشعب يقاطع الدستور الممنوع. مجلس تتذكر مواقف ومكونات الاشتراك الموحد من دستور 1899 الذي سعى فيه النظام السياسي حتى الثاني محاولة خلق إجماع مفروض. فهذه نتذكر المواقف المبدئية القوية التي عبرت عنها المكونات. كان الحزب لم يجتمع، لم تتحقق وحدته بهذه الصيغة، لكن عبرت مكوناته كلها على أساس أن الدستور الممنوع لم يعمر طويلا، وفعلا لم يعمر الدستور الممنوع طويلا. 96/2011 دساتير قوانين هي أطول منها. نقرأ في القانون بأن بعض القوانين عمرها 1914 فقط استمرت. الدستور نفسه يكون مؤسس ويعطي أمد طويل يسقط، وكذلك الدستور حتى إذا كتب له الاستفسار من وزارة الداخلية التي ستشرف عليه سيسقط. نحيي بداية الاشتراك الموحد، وحيي حركة 20 فبراير. حركة 20 فبراير نحييها تحية عالية، تحية قوية، وحييها لأنها أثبتت بأنها استطاعت أن تجمع مكونات كنا نظن بأنها لن تجتمع، كنا نظن بأنها خطوط متوازية لن تلتقي أبدا، لكن أثبتت حركة 20 فبراير من خلال مواقف نضالية مستمرة على الشارع بأن ما يجمع المكونات السياسية هو أكثر مما يفرقها، وأول ما يجمعها هو أننا نؤمن بالاختلاف. نؤمن بالاختلاف.